المشاركة والتصويت بلا على الدستور يأتي في إطار حريته السياسية وحرية حزبه في اتخاذ القرار، أم أنه يعني من وجهة نظرك محاولة لتعطيل مسار خارطة الطريق؟ هو بالتأكيد يأتي في إطار حرية أي حزب في أن يتخذ ما يراه مناسبا، وفي كل الأحوال الدعوة للمشاركة أمر إيجابي. موقف حزب مصر القوية والدكتور عبد المنعم فتوح ليس مفاجئ، لأنهم اتخذوا من لحظة مبكرة يعني موقف مراوغ ومراوح، ولم يكن موقفهم حازما وحاسما بما يكفي، وبالتالي يعني موقفهم الأخير يتسق مع مواقفهم السابقة. يريد يعني حزب مصر القوية وعبد المنعم فتوح أن يكونوا يعني في المنتصف، في لحظة الاستقطاب فيها عالي جدا. أي حد هيكون يعني يحاول أن يكون في منتصف يعني الطريق، يعني سيكون موضع يعني رفض من الطرفين. لكن الحقيقة في نفس الوقت يعني المناخ العام للأسف بيساعد يعني مواقف زي عبد المنعم فتوح، وبيساعد الإخوان إلى حد كبير في موقفهم الرافض لخريطة الطريق. ممارسات الدولة وبالذات أجهزة الأمن بدءا من قانون التظاهر وحتى الآن إصرارها على مواجهة مظاهرات سلمية للقوى الديمقراطية بمنتهى العنف، لحد تجديد حبس عضو في الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي زي حسام حسن بالأمس. كلها ممارسات للأسف بتصب لصالح الاتجاهات الأخرى، مفهوم، الإخوان أو أصدقاء الإخوان كما أسميهم، وبتعكر الصف واللحظة، وبتعكر المناخ العام، وبتدفع الأمور دفعا في اتجاه مزيد من التعاطف مع الإخوان تحت دعوة أو بسبب هذه الممارسات الأمنية. أنا الحقيقة يعني نبهت وحذرت كثيرا من يعني مخاطر هذه الممارسات الأمنية التي تصل لحد الانتقال من الحملة ضد القوى الديمقراطية والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي من الكلام والهجوم الإعلامي إلى ممارسات ان يتحبس عضو في الهيئة العليا ويطلب القبض على 10. وضحت طبعا رؤية او موقف حضرتك من او تعليقك على موقف رئيس حزب مصر القوية ورؤيتك للمناخ السياسي في هذه المرحلة بشكل عام. وضحت طبعا دكتور فريد زهران، نشكرك شكرا جزيلا، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي. وننتقل للحديث مع الدكتور أسامة الغزالي حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، سيشارك